الداير له قد لو جخ بيك أكينا لازم ينضبط في كل شي حاكينا، يصبح للمواطن ذو الأمان سكينة والأعداء يوريهم مرار الكينة. نحن الكاكي ما لابسينه قد لو جخة وما بنتراخش أن تقع البلد في فخة. نحن عدونا مهما عاس ورك ولخة كان جيناه بجبع في البيد وتبخة. سادة متابعي برنامج رسائل في معركة الكرامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذه الرسالة الجديدة، وهذه الرسالة بعنوان ما هو دور الإعلام العسكري. وحتى إننا ما نخش في حاجة أكبر من فهمنا وأكبر من مجالنا، خلينا العنوان ده ناخده لكن نتكلم عن دور الإعلام الداعم للقوات المسلحة. وهنا أعني كل الشباب في الميديا في غيرها الداعمين للقوات المسلحة من الإعلاميين المعروفين للناس والما معروفين. الدور شنو؟ المهم شنو؟ الإعلام الصالح النافع شنو؟ ضروري جدا إنك رسالتك اللي بتطلعها تقولها دي إنت تكون عارف إنه هي لأي درجة ممكن تأثر في العدو، ترهب العدو، تزلزل بالعدو، تخوف العدو، تضعف العدو، تشكك العدو، وتدعم قواتك المسلحة، تبث فيها روح الحماس، الطمأنينة، تطمن الشعب على وضعها. وكذلك دور تعبوي حتى للناس ده في الحد الأدنى. لا من تجي تتكلم تكون عارف إنه الرسالة دي المغزى والفايدة منها شنو. الكلام ده كله جابه شنو؟ لأنه أنا لقيت في ناس بسيطين ما كتار لكن من خلال كلامهم تعرف إنه الناس دي فعلا داعمين للقوات المسلحة وصادقين بيتكلموا معي. لا من أجي أتكلم أقول للميليشيا إنه القوات المسلحة تمتلك رصيد استخباراتي داخل صفوفكم، موجود في قادتكم وموجود في أفرادكم وماشيين معاكم وموجود في مساراتكم وفي سواقينكم وفي ضباطكم وفي قيادتكم. بقول لي انت قاعد تكشف المعلومات للميليشيا. لما اجي اقول الكلام ده للميليشيا اقول لهم القوات المسلحه دي تمتلك من الخبرات ما تستطيع ان ترصد به اصابعكم دي لو طقطقتوها الجيش بيشوفها بالامكانيه التكنولوجيه الامكانيه التكنولوجيا اللي بتستمتع بها القوات المسلحه والمقدرات الكبيره للجيش السوداني. بقول لك بتكشف كده، انت بتكشف للعدو المعلومه. لا من نقول القوات المسلحه في هذه المعركه تضع ميدان بينها وبين الميليشيا عشان تجر فيه الميليشيا وعشان تكبد فيه خسائر كبيره جدا. هذا الميدان يسمى ميدان المناوره. بيقول لك بتكشف، انت زول صادق لكن بدون ما تشعر بتكشف المعلومه فقط. انا داير اوري عدد كبير جدا الجماعه الميليشيا دي كلها عمر التكوين 10 سنه، كلها ما تسمع الفريق فلان والعميد فلان فيها والمعارف المعارف الجنرال فلان كلها عمر 10 سنه، كلها ما فيها زول بيستحق رغيب في الجيش. ما عشان نبقى واضحين يا جماعه، عشان نبقى واضحين. نحن عساكر يا اخي، عساكر اشتغلنا في الجيش ده لما طار لنا، عارفين المساله دي ذات التراتبيه بتاعتك ايه. طيب والخبره دي ذاتها بتكتسبها كيف؟ طيب انا لا من اجي اوري الميليشيا دي حجمها الطبيعي. اي زول كان مالي بيها يده وغشاه وبيتفكفك منها، مش بيشوف سرحته بيشوف رعيته بيشوف لجأة عسكريه تنفعه. ما في ناس مفتكرين انه على حسب الثنائيات المرفوعه في الكروزر دي انه ده قوه، ده جيش. عرفت؟ ده انا ده بيبصر، ده عميان، ده ما عارف حاجه، ده ما واعي، ده ما عارف الجيش. بنوريه شنو يعني جيش. لا من يعرف شنو يعني جيش بعرف انه ناسه ديل ما بيسوي اي حاجه، بيعرف انه هو بينفخ في قربه مقدوده، بيعرف انه هو دفق مويته على السراب بيتفكفك بيمشي، لانه بيعرف انه هذه الحرب غير متكافئه، انه هو بيقاتل في قوه
عمرها 100 سنة، قوة الآن بتعمل فيه الكلام ده، قوة استخبارات قاعدين جوا ماشيين معاه بيديروا بيغودوا بيحركوا بيشككوا. أنا قبل قلت لك تخليه يشك في نفسه، واحدة من أدوار الإعلام. حرب، نحن بنخوض في حرب باردة من خلال رسائلنا اللي قاعدين نطلعها دي، الناس ما كلهم بيعرفوها. نحن من خلال الكلام اللي قاعدين نقوله ده قاعدين نخط الميليشيا في قالبها، وقاعدين ندي الجيش مساحته الطبيعية. كلام ده شنو؟ الزول الما واعي طق راسه فتح، لا حول. الجيش ده ماشي معانا، الناس دي اللي ماشيين معانا دي يا جماعه، جناب فلان ده بكون طابور، جناب فلان ده بكون استخبارات، جناب فلان ده بكون كده، جناب فلان ده تفكفك، بيبقى كرة عينه ذاتين في الوطن ما سافتات. فهمت؟ عرفت نحن بنعمل في شنو؟ ما معقول نجي كمان نقول لك نبقى زي الناس دي عشان نجي نجيب، لكن لانه نحن نحترم عقلك دارين نقول لك. وبرضه من خلال الرساله دي نفسها دار يوصل للميليشيا انه اعرف الناس اللي ماشيين مع الميليشيا الخامه ومجراهم ديل، يا اخي عارف انه ميليشيتك دي في يد القوات المسلحين، ماسكها القوات المسلحين، تفكها تمسكها كده، ما بتفلت من الجيش، ما بتفلت من الجيش. ارجع بذاكرتك، ذاكر وراجع كيف الجيش انتزع منك مصفات الجيلي والخرطوم والجزيره والخرطوم بحري ومدرمان ومروابه والمحلات دي كلها، بتعرف انه في علوم عسكريه كبيره جدا قاعد تطبق من خلال هذه المعركه. نحن بنعرف انه يعني واحد قالوا جابوا الجماعه في قضيه وهو مظلوم وما عارف مظلمته، وزول بلدينا ساي جاي من البلد، فقاموا الناس جابوا له محامي. المحامي اول ما جاء قال ان موكلي متضرر في كده كده كده، بما ان موكلي كده وان موكلي، وحكى كل المظالم اللي موجوده عند الزول. بلدياتنا براي لا حول يا جماعه، انا تاريني مظلوم قدر كده. فانا دايرين نوري الناس الغشام الميليشيا دي انهم هم مغشوشين لاي درجه، دايرين انهم يعرفوا انه الجيش ده حيفيك حصار الدلع. انت مصيرك حيكون شنو؟ موقعك حيكون وين ناسك اللي خليتهم واقعين في هناي في وين جرحاك اللي بعالج فيهم؟ وين التفاصيل دي كلها؟ الجيش ما قاعد يخلي زوله، الجيش شهيده بياخد حقه، الأرملة مرملة الشهيد بتاخد حقها، حقوق الشهيد بتكون ماشية إلى ما لا نهاية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الجيش بيساوي بين الناس، الجيش قومي، الجيش قوي، الجيش متين، الجيش عنده علاقات دولية قوية جدا، الجيش جيش دولة. نبين الكلام ده نوريهم. هسي أنا داير أقول لك أي 10 نفر في الميليشيا دي فيهم بتاع استخبارات، اتلفت انت ماليش حدد ضمنه من ال10. همتي انا اخليك برضو انت تتلفت، يعني تفكر ضمنه انا ذاك فلان الثاني، بيبقى بفكر بعقله بيتملص منهم بيمشي، لانه ال10 ديل فيهم واحد تابع للجيش انا ضمنه انا ما اعرفه، امرق امشي انا اوريه. وانا كده خدمت القضيه ولا ضريتها؟ انا لا من اقول لهم الجيش ده قادر يعمل، عنده طرق كثيره. انا ابين لك لانه هو ما عارف، لانه هو خاضع انه وغشنه بيقول لنا احنا اقوى مننا في افريقيا ما في. انا اوريه انه هو ما عنده قوه، ما عنده خبره، ما عنده قوه، ما عنده استخبارات تقدر تكشف لي الجيش بيعمل في شنو في جواه. الاساس انه المغشوش يمشي. في زول هناك بيكذبوا له بيقول لي يا اخي والله ناسك ديل عملوا ودخلوا وسيبا داخلين على مدرمان، نحن بنوريه انه ناسك ديل ما بيعملوا الحبه. اذا دخلوهم معسكر الجيش مرق لهم منه عشان يندقوا فيه، عشان اللي بيستنفروا فوق هناك اللي بيخدعوه هناك يسمع الرساله دي ويعرف الحاصل شنو، يعرف حجم ناسه ديل ومكانتهم الطبيعيه انه ما عندهم مكانه. فهمت؟ ما داير اقول لك يا اخي انا الصلعه دي كلها صلعه بوري بتاع جيش، ولا داير اقول لك الشيبه دي كلها جيش، ولا داير اقول لك الناس اللي اشتغلت معاهم في مناطق العمليات وكانوا ضباط ملازمين هسه عملوا جنرالات في القوات المسلحه، وصف الجنود عملوا صولات قدام، بمعنى انه بحكم التجربه نكون عرفت يا اخي. دون ما اخذ كادير لو بيمشي بشارع واحد بيحفظ. خليك من انه الانسان يعني شغالين طيله عمرنا ده يعني قدمنا زهره شبابنا في القوات المسلحه، وده شرف كبير. شكرا جزيلا لكل الذين يتابعون برنامج رسائل في معركة الكرامة، وعلى هذه القناة قناة إشراقات ميديا، ونحيي من نتلاقى في رسالة جديدة، ودعتكم الله قنبوا في العالم.